ليه احلى حاجة في الدنيا ممكن تحصل لك هي ان قلبك يتكسر؟ صدقني مفيش حالة من اللي هو انت تقف، تبطل الهبل اللي انت بتعمله وتبدأ تبص بقى، هو انا ايه اللي بعمله في حياتي ده؟ انا ليه هنا؟ انا ليه اتقال لي لا؟ ليه انا اتقال لي لا؟ ليه غيري اتقال له واه قوي كمان؟ ما بتوصلش للحالة دي غير لما بتحس بجد اللي انت اترفضت، وتحس ان اللي قدامك اصلا مش الشخص اللي يرفضك اساسا. بتوجع قوي، بتوجع قوي، صح؟ في ريل كنت شفته من فترة بيحكي عن انواع الرجالة لما بتتخان. تمام. ففي النوع الاولاني اللي هو ما بيتخطاش، اللي هو ليه سابتني يا ترى ليه، يقعد بقى اغاني حزينة تامر مش فاكر هو ايه الكئيب ده، اللي هو هيجيلي موجوع او حاجة زي كده. المهم بيشغل بقى النوعية دي من الاغاني طول النهار، انا حزين ومش شايف قدامه كده. حلو. اه، تامر عاشور. والنوع التاني اللي هو بيبقى توكسيك، بينتقم من البنت اللي عملت فيه كده في انه يعمل كده في 100 بنت غيرها. وبيبقى فعلا على فكرة ده اكتر شخصية عجباني فيهم. ويبقى بيقلب بنات كتير وبيصعب على الأقل خمسة في نفس الوقت، وحالته أموره في السليم من بره يعني. تمام. والتالت اللي هو خلاص بقى مش عايز بنات تاني خالص، قال يعني هركز على حياتي وشغلي وكل حاجة، وهنسى الموضوع ده وكده. ولا بينسى ولا كذا. تمام. انت مش هتبقى ولا نوع من التلاتة دول، انت هتبقى نوع رابع انا مكونه. والنوع ده هو النوع اللي مش محتاج بنت، بس ان جت واحدة قدامه تستحق فعلا ان هي تكون زوجة، ام، وهكذا. تعرف بقى يعني ايه تختار زوجة كويس، تعرف تختار ام كويس، ام لولادك يعني. تعرف الحاجات دي بجد من جواك، تبقى راجل مسؤول. والحاجات اللي هي بتاعت العيال بقى، اللي انا على اخش في علاقات وواقع اكبر عدد من البنات على قد ما اقدر، مش هتبقى تشغل تفكيرك قوي عشان انت بقيت ناضج ومسؤول اكتر من كده. حلو الكلام. لما تبقى ناضج ومسؤول اكتر من كده، تحس بثقة في النفس غريبة قدام اي حد انت بتكلمه. هو انت مين؟ بس ولد او بنت على فكرة، لو انت هتقدم لي ايه؟ انا قعدت معاك دلوقتي خلاص، بقينا صحاب، بقينا اعز اصدقاء يا عم، بقينا حبايب وقعدنا سنين مع بعض. انت بتقدم لي ايه بجد؟ انت بتقدمي لي ايه؟ السؤال ده هتسأله تقريبا أول سؤال هتسأله لنفسك واللي قدامك، لا تلقائي منك، لو أنت بجد محترم نفسك ومحترم وقتك ومحترم قيمة الحاجات اللي أنت نفسك تعملها. الحمد لله أنا بقيت أسأل نفسي كده في كل حاجة، في أي حد، لأي حاجة في حياتي عايز أخدها يعني خطوة. نرجع للموضوع. أنت لما بتتكسر أو بتقع وقعة حلوة كده على وشك، بتبدأ تقوم تمسح التراب، تشوف اتعورت فين، تشوف لو أنت عايز تروح مستشفى أو لأ. الجرح بتاعك ده كبير قوي، لازم يتعالج. تمام. تعالجه. تحاول بقى تشوف حياتك تاني، تشوف هتركب تاني عجل ولا لأ، تشوف تركب تاني موتوسيكلات ولا لأ، تبدأ بقى تفكر انا هسوق تاني ولا لأ، وهكذا. هل الموضوع مستاهل حياتي؟ هل الموضوع مستاهل ان انا اغير من نفسي عشانه؟ هل الموضوع مستاهل ان انا يعني وجع الدماغ ده كله من الاخر؟ فاهمني؟ فالموضوع بالنسبة لك، في ناس للأسف أعرفهم شخصيا، الناس دي عبارة عن إن هو واحدة كرفت له، فبدأ يعتمد اعتماد كلي وتام على البورن. والأسوأ والألعن من كده إن في ناس منهم متجوزين. تمام. فتخيل واحد دكتور متجوز خلف بنتين، حرفيا يعني حرفيا بلا مبالغة ما مارسش الجماعة غير المرتين اللي جاب فيهم البنتين. تمام. وعدا ذلك هو قاعد بعيد عن مراته الفترة دي كلها، فهو في بلد وهي في بلد. خلاص. تسأله بتعمل ايه؟
طول النهار بورن والكلام من ده. سألوا ليه؟ وجع دماغ ومش عايز اوجع دماغي، الموضوع في ثانية وبفك الدنيا. هل دي حياة انت عايزها اصلا؟ هل دي عيشة انت متخيل نفسك تكون فيها؟ انت مش مضطر، انت مش مضطر تعمل كده. هل دي عيشة انت شايف نفسك ممكن تعيشها 24 ساعة لبقية عمرك؟ هل ربنا خلقنا لكده اصلا؟ بص، ادام انت جسمك مخلوق يعمل حاجة، وفي وضع وهيئة ربنا بنيك اللي انت تكون فيها توصل لها، اللي انت مثلا تكون رب أسرة، عندك أولاد، عندك زوجة، بيتك متماسك، عندك أب وأم اللي هما جد وجد لأولادك، في عيلة، في نظام وقيمة ولبنة نبني بيها المجتمع ده، نشوف هنمشي ازاي المجتمع ابن الذين ده. فهل الحاجات دي كلها موجودة في النموذج بتاع الدكتور اللي طول النهار بيفك وحايد ده؟ مستحيل. الفكرة ان اغلب الشباب دلوقتي ما فيش حد بيحلم انه يتجوز اصلا، اللي هو وبرضه مش اللي هو انا مش عايز انا مش هتجوز عشان انا مش لاقي فلوس مثلا او مش في حاجة كده. والله في ناس مرتاحة قوي وشقتهم موجودة، اللي هو ابهاتهم مجهزين لهم شقق والدنيا تمام، مفيش احسن من كده، ومع ذلك بيقول لك الموضوع مش في دماغي. والله مش ليه مش في دماغك؟ لا لا، البنات وجع دماغ. انتوا اصلا اي حد بيحاول يتجوز ده مش عارف ده بيبقى راجل ممحون، خلي بالك، مقطع المناديل مخلص علبة الصابون ومقطع المناديل، ابن الذين اللي بيتكلمك كده. بص، هي دي غريزة وكده كده لازم تعملها، تمام؟ مش بكلمك بس على الجنس، كلمة فكرة اللي انت تكون مع شريك حياة. الحوار مش في حدود الربع ساعة اللي انت بتمارس فيها الجنس، لا، حوار اكتر من كده بكتير، حوار اكبر من كده بكتير قوي. فكرة ان في حد بره بيفكر انت اكلت او لا غير امك، فكرة الحوار اللي هو انت عامل ايه النهارده، انت عامل يومك كان ماشي ازاي. انت محتاج الطبطبة النفسية دي كراجل. اه، حياتك ممكن تمشي من غيرها جدا عادي، بس هي عاملة زي الزيت اللي على التروس، الزيت بتاع تروس العربية، تخلي الدنيا أسلس، تخلي الدنيا ألذ، تخلي الدنيا أرق، تخلي الدنيا لها طعم أكتر، ليها طعم، ليها حياة، ليها روح، دفى. الحاجات دي كلها احنا عايزينها، ما ترجلش اللي انت عايزها، تمام؟ بس ما مش عشان انت عايزها دلوقتي تعمل في نفسك كل ده. ما تهنش نفسك مع حد لو انت بطلت كلام معاه عمره ما هيبدأ يفتح كلام معاك انت تاني. عارف انت الناس دي، واكيد اكيد كنت في وضع اللي انت حاول تتكلم بنت كل شوية انت اللي تفتح كلام وانت اللي تفتح كلام، وانت عارف ان انت لو فصلت كلام او بطلت تبعت الاول عمرها ما هتبعت. دي حياة انت نفسك تعيشها بجد، ده وضع انت شايف ان انت كده راجل جامد او ممكن تبقى راجل ليه لازمة في المستقبل. احترامك الذاتي ان كان موجود تبدأ تتعامل بتلقائية اكبر، فتبدأ تبقى فرصك اكتر من غير ما انت تحاول. واحدة قلت من احترامي كده بالسلام، ارمي اللي بعده، تمام؟ هتمشي، هتيجي غيرها، وان ما جاش غيرها انت مكتفي من جوه، مش بتدور على غيرها عشان تثبت لنفسك اللي انت مش محتاج. فاهم حاجة؟ مش بتدور على غيرها عشان تبدل النقص اللي جواك، اللي انت محتاج واحدة بس مش قادر تعترف بنفسك لكده عشان ما تبقاش خاول في نظر نفسك. تمشي حياتك عادي، حياتك بتمشي عادي واحسن. انت اصلا في المبدأ الاولاني in the first place انت كنت بتقدمي لي ايه؟ فلما قلبك يتكسر، ملخص كل الفيديو ده، لما قلبك يتكسر بتبدأ تفوق لنفسك، تبدأ تتفرج انا هعمل ايه في حياتي بعد كده. انا اللي قاعد قدامك ده انا اهو، والله ما عندي خجل ولا لك خالص. اول مرة خالص وانا فاكرها والله، بعد 6 شهور
من الاغاني والتعب النفسي، وانا مش عايز اشوف حد وضل مش شبابيك وزعلان وحزين ان هي سابتني. كلم كل اصحابي معرفهم بالتفاصيل المملة اللي حصل، وكلهم زهقوا منه سابوني اصحابي الفترة دي. عادي طبيعي جدا، ما انت بني ادم بيض، مالكش لازمة في الحياة يا اسطى. انت ايه بجد؟ لحد ما وقعد قدامي فيديوهات، الله يمسيه بالخير من الكاوي ده. وانا كنت صغير قوي ساعتها على فكرة برضه، فاللي هو ما كنتش اعرف الحلو من الوحش يعني. وقعدت فترة عليه بقى واشوف حمادة ظبطه على وضعه. وكنت بفكر المشكلة في حمادة، بس يعني طلع الموضوع اكبر من حمادة بكتير يعني. الموضوع اكبر من حمادة بكتير قوي. وقت ما وقف في قدامي ناس احلى واحلى، وبالتدريج بدأت اعرف الحلو من الوحش، وبقى عندي معيار يا اسطى. بقى عندي كده ذوق. او الحاجة دي عجباني اختارها، والحاجة دي مش عجباني ارميها. عارف الموضوع ده لما يكون معاك في جعبتك، في دماغك كده من ورا، انت بتبدأ تتبسط من جوه، تتبسط بأي حاجة انت تشتريها تعملها، قرار تاخده وطلع صح. تبدأ تحس بقيمة ده. تبدأ يبقى ليك رأي وصوت، كلمة كلمة على الناس. وتستغرب من الموضوع ده، لا تلاقي نفسك بجد مسموع. تتبسط أكتر، تكمل أكتر. فاهمني؟ كل ده من كسرة القلب اللي اتكسرتها وأنا لسه معرفش حاجة عن الحياة. وعلى فكرة، يعني من أكتر الشخصيات اللي حبيتها في حياتي، ومن أكتر الشخصيات اللي ببص عليها دلوقتي، بجد بأمانة والله من أكتر الناس دلوقتي، من أقل الناس في الكواليتي من ناحية كل حاجة. نفس الشخص اللي كنت مفكره حياتي كلها متمحورة حواليه. وانت أصلا محورت حياتك حوالين أي حاجة غير ربنا، بتروح في داهية. ربنا بعدها نفسك على طول. تمام. غير كده زبالة. غير كده مجرد حاجات، سايد ستوريز. حاجة بنمشي فيها فترة وبتتمحي، اللي بعده بنقلب 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 بنقلب. انت لو مت من بكرة، محدش فارق له. امك يا لهوي الواد مات ومش عارف، يعني يعملوا عزا وهيعملوا لك منابك وهيقعدوا يعيطوا. هيعملوا لك منابك يعني بعد ما تموتوا كده، ان هو لا لا مش تاكله، هو جاي هياكل معانا، شغل الدراما ده كله. اسبوع اتنين تلاتة، منابك ما عادش بيتعان. هدومك اخواتك خدوها. الحالات اللي صحابك بينزلوها على الواتساب، هو افتكروا اخونا بالدعاء، افتكروا اخونا بالدعاء، هيبطلوا ينزلوها. مش فاكر انت واحد صاحبك توفى حصل معاه نفس الموقف؟ مش فاكر اي حد في معرفة كده؟ او مش فاكر حد كان بيقعد بقى ينزل لصاحبه تذكروا اخونا في الدعاء، صلوا على النبي في يوم الجمعة وتذكروا اخونا في الدعاء؟ مش فاكر الناس دي بطلت كلهم بلا استثناء، بطلوا صح؟ الا طبعا لو حد عنده اخوه او اعز اصدقائه، اللي هو يعني نادر قوي ما تلاقيها موجودة، بس قليلة قوي برضه. كله بينسى. كله بينسى. حتى ابوك وامك بينسوك انت شخصيا لما تموت. اه عمرهم ما هينسوك، ده كان ابننا وكان كل حاجه جميله. بس بقى اللي هو انا اروح وبتاع وحياتي واقفه عليك، حياتي ما كانتش واقفه. بالعكس انت خليتها تمشي اكتر، سلكت الدنيا اكتر، بس انت مش واخد بالك. فانت عايز تكون الشخص اللي الناس ما تصدق ان هو مشي وارتاحوا منه، ولا عايز تكون الشخص اللي هو الناس بجد مفتقده، بجد مفتقده عشان انت بتقدم حاجه، بتمدنها بأي حاجة. بأي حاجة، عندك كلمة فعلا تتسمع، عندك رأي يتقال، عندك صوت. بص بقى، لو الفيديو ده جايلك في عز ما انت مكتئب، بالمناسبة من أحد الفيديوهات اللي جات لي في أول تطوير الذات، أنا كنت هموت نفسي من الآخر يعني، عشان كنت عبيط عادي جدا. ما اعرفش الحلو من الوحش، ومفكر ان الدنيا كلها متمحوره حواليا، ولو مت لا لا انا هموت نفسي دلوقتي. ما حدش مهتم تموت نفسك، ما تولع بجاز.
ما علينا، انا كنت هموت نفسي في الفتره دي. ولو الفيديو جايلك في فتره زي دي، مش احب اقول لك ان انت مسموع، ان انت محبوب، ان الناس هتزعل على فراقك. لا، انت لا مسموع ولا محبوب، ولا حتى فارق له. انت لو مت من بكره، لو مت دلوقتي اهو، محدش فارق له. اقف مع نفسك وقفة رجالة، وخد قرار مع نفسك ان انا هنتقم لنفسي، واخد حقي من العالم ابن اللي انا قاعد فيه ده، واعيش حياتي بدماغي ملك. انا كل لستة، كل حاجة كنت عاملها تشيك ليست ان انا اعملها في يوما ما في حياتي، عملت 90% من الليستة دي، وال10% التانيين بيتحققوا بإذن الله، كلهم هيتحققوا. والليستة دي متى ما اتحققت، انا مش عايز حاجة تاني من الدنيا. تمام. يعني واحدة من الحاجات بتاعتي، حلم الفتى الصغير بتاعي ان انا كان يبقى عندي البي سي بتاعي، ويبقى عندي سماعة جيمنج والدراع والسيت اب وكل الحاجات الجميلة دي، وعندي بدل اللعبة 1000 وكل حاجة. كل الحاجات دي جبتها، والله والله يعني اغلب الالعاب اللي حملتها ما فتحتهاش، ما فتحتهاش. هو بس عشان ايه؟ كنت عايز اعمل كده في يوما ما. والله وحملتهم وما تلعبوا، وفي العاب لا اشتريتها وما فتحتهاش. تخيل. هو كده. انا كنت عايز اعملها، مش فارق دلوقتي اعملها ولا لا، انا كنت عايز اعملها. مبدأ. فانا دلوقتي قدامي، من قدام نفسي ببص في المراية، انا بعمل اللي انا عايزه. مين بقى هيقعد يقول لي كلمتين يزعلوني؟ ولا فرق مع حد. ده اللي انا عايزه فيك، وده ان انت لو ما عرفتش تحققه، ما حدش هيحققه لك، عشان ما فيش حد هيحميك. انت اللي بتحمي نفسك، وانت اللي بتحط نفسك في النار، تستوي شوية، تطلع، تروح البرد، عشان تعرف يعني ايه حياة، يعني ايه معاناة، يعني ايه ألم. والألم بيربي، الألم بيربي. لما تتربى كويس، تطلع راجل ناشف، تعمل اللي انت عايزه بدماغك، سبحان الله تلاقي ناس حواليك. في اللي عايز يأذيك، في اللي عايز يكون جنبك عشان هو ضعيف، في اللي عايزك عشانك. خليك بقى ساعتها في اللي عايزك عشانك ده، خليك معاه.